السلام عليكم ورحمة الله. كل عام وانتم جميعا بألف خير بمناسبة شهر رمضان المبارك. هاي، ممكن نتعرف؟ طبعا كلنا عارفين نص الرسالة دي، وكمان كلنا عارفين انها في الغالب اما بتتبعت من ولد لبنت او العكس. طيب سؤال، واتمنى كل ولد او بنت يجاوبني عليه، او بدل ما يجاوبني انا عليه يجاوب نفسه عليه. وبعد ما تتعرفوا، يا ترى عايزين ايه من انكم تتعرفوا؟ يا ترى عايزين تتعرفوا ليه؟ طيب، عايز تتعرف عليها علشان تتجوزها ولا علشان تمشي معاها وتصاحبها؟ اسمح لي اقولك، تبقى كداب وبتكذب على نفسك، مش عليا، الا من رحم ربي. لان في الغالب احنا كشباب ما بندورش ان احنا نتجوز عن حد عرفناه من خلال الانترنت، الا زي ما قلنا نسبة قليلة اوي. وفي احصائية بتقولك ان في عام 2014 في المكسيك حصل 60,000 حالة جواز من خلال الفيسبوك. احنا عندنا ممكن تكون تفضل تكلم ولد على اساس انه بنت او العكس، وتيجي تتفاجئ في الاخر بعد سنتين بتكلم واحد. وده على تجارب شخصية شفناها، انك تتفاجئ تلاقي ايه؟ تطلع ولد ما يطلعش ايه، ما يطلعش بنت زي ما انت فاكره، ويطلع ابن عمك عامل فيك مقلب. وانت كمان خدي بالك، لو فاكره انه هيتجوزك يبقى مضحوك عليكي ومش حاسه، الا من رحم ربي. ليه؟ لان مش كل الشباب وحشين. ولو كده عايزك تسألي سؤال مهم قوي. مفيش حاجة اسمها ايه نتعرف ونكون اصحاب او اخوات، ده كله كلام فاضي مش موجود عندنا في عاداتنا او في تقاليدنا او حتى في ديننا. ولو كده اسألي سؤال مهم جدا، ترضى لاختك؟ هيرد عليك بحاجة من الاتنين، ملهمش تالت. لو ترضاها ارضاها، لو هو محترم وشاب كويس زي ليه لا. لو قالك كده يبقى هو مش راجل، وفي الحالة دي ما ينفعش تطمني على نفسك معاه، لانه اللي خلاه يقول كده على اخته ما تعرفيش بكره هيقول ايه عليكي انتي. وانت ما ينفعش تكون مع واحد مش راجل، ولا ايه رأيك؟ ولو ما يرضاهاش لاخته، طيب يا ترى ليه يرضيها ليكي انت؟ يبقى اكيد في حاجة غلط، ولازم تقفي مع نفسك كويس قوي. وسيبك من جو لو محترم وفي اخلاقي، ولو ده كله كلام فاضي ما بياكلش عيش، ومش هتلاقيه موجود. كلام صعب بس مهم قوي. مفيش حاجة اسمها علاقة تجمع ولد وبنت، زمالة او صحوبية او غيره، كلها علاقات غير شرعية وما ترضيش ربنا. علشان كده خدي بالك من نفسك وحافظي على نفسك، لان في الغالب الضرر انت كبنت بيكون عليكي اكتر واكبر عليكي. وما تنسيش ان البنت زي لوح الازاز، لو اتكسرت ما بتتصلحش تاني، ولو حتى اتصلحت بيبقى صعب انها ترجع زي الاول. مع تحياتي، محمد جمال.